ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وفاء كويزين. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الفاكهة يعني حمضية اللي هي معروفة، يعني هي معروفاش بزاف يعني في المغرب. الناس ما يستهلكوهاش بزاف. هو الجريت فوت ولا كما كنسميوه حنا بومبلوموس اللي هو تيكون بانواع، يعني في جوج انواع. تيكون يقدر يكون هكا في يعني في هنا صفر بحال حامض، وكاين اللي كيكون حمر. هذا صفر. هما عندهم نفس المزايا وعندهم نفس لي فيتامين، نفس الاشياء اللي كيديروا الحمر كيديروا هذا الصفار هذا. كما نقول لكم واحد المعلومات على البومبلوموس اللي فيه معادن عده بزاف، بحال الفوسفور، الكالسيوم، بوتاسيوم، شويه ديال الزنك. يعني متشبع بالفيتامين سي، وكيحمي الامراض مثلا امراض القلب، وكيحارب السرطان، يعني كيفيتي لنا السرطان. يعني كينصحوا به الاطباء انه يشربوا كاس في النهار كيحمي لنا من امراض القلب وكذلك السرطان. وكيمنع يعني تطور الناس اللي عندهم يعني السرطان، كيبحث داك التطور ديالو. وكذلك الدهون، كالسيوم، يعني يعني هو عنده فيه عدة مزايا، وكذلك يصلح لالتهاب المفاصل وتنحيف يعني الوزن، تيدير الوزن. وكنصح يعني نصيحة من الناس اللي كيشربوا الأدوية، بلا بغاو يتناولوا البومبلوموس استشارة مع الطبيب ديالهم باش يعطيهم يعني الدقة ديال وقتاش ياكلوا هذا البومبلوموس هذا، ويعني والكميه اللي غادي يتناولوها، حيت هو عنده يعني تفاعل مع الادويه بزاف. النصيحه انهم ما تكثروش الناس اما الناس العاديين فيتناولوه عادي، يتناولوه جوج مرات في النهار، حبه في الصباح وحبه في العشيه. مفيد جدا جدا جدا. اليوم ان شاء الله قررت انني ندير لكم واحد العصير اللي كيجي صحي ومفيد كذلك. يعني عادي، هنا بومبلوموس، السكر والنعناع غادي نديرو بهذه الطريقه. ولا بغيتو من الاحسن يعني حيت هذا البومبلوموس هذا حتى القشره ديالو، هاد القشره ديالو حتى هي مفيده جدا. يمكن ان نطحنوها هاد البومبلوموس ديالنا كامل وناخذوه بحال ينصب. غادي نقوم على بركه الله. يعني عصير سهل بزاف. دير البومبلوموس اللي قشرته قبل، نديرو قطع النعناع والسكر. انا ضفت له الماء كيما شفتوا والسكر وحميصه، وغادي نطحنو. كما كتلاحظوا هذا هو البومبلوموس ديالنا او جريت فوت. شوفوا كيفاش كيجي هذا بالنعناع، وهذا اللي طحنته يعني عادي تشطغيت البومبلوموس كما هو وطحنتها بالقشره ديالها. وكما كنت لكم ان هذا الجريت فوت راه كما عنده فوائد، عنده اضرار مع الادويه. انا كنعاودها ونعاود نقولها لكم مع الادويه. يعني الناس اللي كيشربوا الادويه مثلا ديال طونسيون ولا خصهم ضروري يستشروا مع الطبيب ديالهم. كما قلت لكم انا الفوائد ديالو عدتها لكم في الاول ديال الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الجريت فوت او البامبلوموس ديالنا، وكنصح الناس انهم يعني يشربوه ويستعملوه. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين. الناس اللي جاو جداد ضغطوا على الزر الاحمر سبسكرايب، سابوني، وديروا جيم وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم. شكرا.